الندوة سيشارك فيها عدد من الأساتذة الباحثين في مختلف التخصصات، خصوصا في العلاقات الدولية وفي العلوم السياسية وفي قضايا الهجرة، وكذلك مغربيين يعني مقيمان بكل من سويسرا وفرنسا، من أجل تسليط الضوء على الأدوار المحورية والجوهرية التي يقوم بها مغاربة العالم للدفاع عن قضايا الوطن، وعلى رأس هذه القضايا قضية الوحدة الترابية. وهي مناسبة أيضا لتسليط الضوء على قضايا أخرى تتعلق بالأجيال الجديدة التي نشأت خارج المغرب، والتي ربما ليس لديها ارتباط كبير، أو على الأقل ليست لديها معرفة كبيرة فيما يخص يعني الثقافة والحضارة والتاريخ المغربي، لأنهم نشأوا خارج الوطن. إذا ما هي سبل يعني تأطير هذه الأجيال في سبيل استمرار حبل الوريد الذي يربط المغاربة المقيمين بالخارج بوطنهم الأم؟ وجبنا والحمد لله تعرفنا على ناس جدد وعرفنا كيفاش وفهمنا للناس اللي عندهم بتر اغلاط بتر اللي صحابهم راه توفا بيان راه داك ديال الجاليه راه تتكلف بزاف ديال الحوايج للاسف ما كاين والو في داك الشيء. وجينا هنا باش فهمتي باش نعطيو دوطخ زانفورماسيون باش الراي العام باش نعطيوه بعض المعلومات اللي ما عرفش على بتر على مغاربه العالم وتوجهات الاكثريه بان احنا كمغاربه العالم وعندنا منصات باغ تنهضروا فيها على المغرب مثلا وتنتوجهوا. كاين اكراهات سبب ديال الناس يجيو باغ الجزائريين ان موناس باغ تيجيو تيموناسيونا كونكو راه ندير لكم علاش باسكو راه تي اوزي تقول لهم الكبرانات ولا تهضر على كنتي المغرب. واحد الحاجه عاوتاني اللي هذاك اللي بغينا نهضروا عليه الاكثريه على لا دوزيام جينيراسيون لا تروزيام جينيراسيون، بان للاسف هذا المكتب ديال الجاليه ما تيتكلفش ما تيديرش بالدور ديالو المهم، باسكو هاد القضايا الوطنيه حنا عارفينهم ولكن لا جينيراسيون فيوتور دابا ما عارفينهمش. وعلاش خاص واحد المداخله وخاص واحد المساعده في هاد ديال هاد الدومين ديال